أريد أن أرصد الصورة من داخل البرلمان كيف تبدو الآن داخل البرلمان التونسي. تنضم إلينا من هناك عضو مجلس النواب التونسي بشرى بالحاج. أستاذة بشرى، بداية الوضع كيف يبدو من خلالكم، يعني الآن كيف تتابعونه؟ نحن يعني في وضع سيء للغاية، لأنه نسمع إطلاق نار وثم أننا محاصرين في وسط المجلس وليس هناك إمكانية للخروج. الوضع مخيف أصلا، مع العلم أن هناك تقصير كبير من طرف الدولة في حماية المجلس، لأنه لاحظنا منذ مدة لا بأس بها منذ أشهر أن المجلس ليس هناك حماية كافية، ليس الجيش كان موجود في باب الاستقبال لكن غادر الاستقبال. الوضع يعني كل ما نعرف، ليس لنا معلومة أكثر من الناس لأن داخل المجلس كل ما نعرف أن هناك نسمع أطلاق النار، أن هناك جو من الرعب من الخوف، خاصة لدى العديد من النساء اللواتي ربما عائلات في حيرة من أمرهم، وهناك يعني جو كما تتصورون. يعني نحن في وضع تحت الإرهاب وتحت في الخطر، وهذا ممكن أقول إلى حد الآن، وننتظر تعليمات الأمن في خصوص إمكانية ربما إخراج الناس ومنحهم من الوضع هذا. طيب أستاذ ثابت، كان قبل قليل يتحدث عن وجود ربما رهائن أو محاصرون حتى من العمال داخل مجلس النواب. ليس لدينا أي معلومة. ليس لديكم أنتم في الداخل، يعني هل أنتم محصنون؟ لو تحدثينا أكثر عن عددكم الآن، هل هناك أي تواصل مع الشرطة؟ 100 شخص، أكثر من 100 شخص، تقريبا 200 شخص، بين نواب بين موظفين بين زائرين. هناك حتى زوار كانوا، يعني حتى سفير رومانيا كان موجود معنا، هناك سفراء من بعض البلدان الأخرى، هناك عديد من الزوار الذين جاءوا في إطار مطالبهم للمجلس. يعني هناك عدد مهم من الناس موجودين داخل المجلس، ووضع يعني ليس بسهل. طيب هل هناك أي تواصل مع الشرطة مع الجيش حاليا معكم؟ الشرطة موجودة داخل المجلس، لكن ليست تعطينا المعلومات. كل ما تحاول هي تهدئة الأوضاع وتهدئة الناس، لكن ليس هناك معلومات دقيقة. طيب بخصوص هناك تخوف أن يكون بعض العناصر، اللي هم يعني من جيد أن هناك عناصر في داخل المتحف، لكن هناك شك حول وجود ربما على الأقل إرهابي خارج المتحف ربما، وهذا يبدو أن هناك ملاحقة ليه، لكن كل هذا ليس معلومات دقيقة، من ربما هذا مجرد محاولة فهم الوضع. طيب ما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام والإذاعات المحلية التونسية عن ربما وجود أحد المسلحين محصن داخل مجلس النواب، هل هو صحيح هذه المعلومات؟ هل هناك أي نجاح في الاقتحام؟ هناك بعض الشكوك شكوك أن هناك يحضر الإرهابيين ربما فوق السطح أو المجلس. يعني هناك شكوك وهناك ملاحقة فوق السطح وحول وداخل المجلس وحوله. طيب بخصوص الإمكانية الخروج، يعني أنتم هل يعني تم تجميعكم في محل أم أن هناك حرية من حركة داخل المجلس؟ الخروج. هناك بداية الحديث عن الخروج ومحاولة إخراج الناس، لكن ما زال لم يحسم. بالنسبة تحدثت ربما عن أنكم لا تعرفون أو لا تتابعون الوضع فقط من خلال ما تسمعونه، ما زالت طلقات وتبادل إطلاق النار؟ لا نسمع طلقات نار، نسمعها من حين لآخر، ليست مستمرة، لكن من حين لآخر نسمع إلا طلقات نار. يعني إلى الآن ما زلتم تستمعون إلى ذلك. بخصوص ربما المسؤوليات 4 دقائق نستمع، لكن منذ 4 دقائق آخر طلقة نار سمعناها منذ تقريبا 3 أو 4 دقائق. بخصوص المسؤوليات، ربما أنت حملتي الحكومة، حملتي الدولة بعض المسؤولية، لأن دلالة ورمزية مجلس النواب، يعني هل تغير الوضع والمتابعة الأمنية لمجلس النواب في الفترة الأخيرة؟ أنا لاحظت منذ أكثر من 3 أشهر أنه يعني لم يعد هناك جيش.
أمام المجلس، وهذا لاحظه العديد، لأنه الأيام الأولى كانت حراسة، أتذكر الأيام الأولى في شهر نوفمبر كانت حراسة، ثم بعد مدة لم يعد هناك الحراسة، خاصة الجيش، أحكي على الجيش. يعني الباب المتحف لم يعد يعني لم يعد فيه حراسة كافية مثل ما تعودنا الأسبوع الأول. نعم، إذا شكرا جزيلا لك بشرى بالحاج، عضو مجلس النواب التونسي من داخل البرلمان التونسي، والتي نقلت لنا الصورة بالتفصيل كيف تبدو من هناك.